رفع كرة داخل مناطق الجزاء، رأسية كادت تحسم الأمور في هذا محمد الطناشي، كرة مليمترية بالمقاس. وعبد رفع كرة عرضية، التمهيد والخطورة، إمكانية التهديف، لكن كرة تعلو لمرمى من لقطة الإعادة. المنكوش داخل مناطق الجزاء، والتسديد من أنس، 1-على-1 مع عماد البحيري. ممتاز جدا المنكوش والتسديد، ممتازة جدا التمهيد. أمامنا لقطة الإعادة والتسديد، تصطدم بعيد. رفع كرة داخل منطقة الجزاء هدف الأول، ممتاز جدا. وعبد الحي بن شرود وكأنه يسمع فيها في اللقطة الأخيرة. أمامنا لقطة الإعادة، إبراهيم العجيل رفع كرة داخل مناطق الجزاء، وعبد الحي بن شرود يأكدها في شباك حارس المرمى على اليسار. رفع كرة داخل مناطق الجزاء الإدريسي، لكن التدخل كان ممتاز جدا. لكن أمامنا لقطة الإعادة، أمامنا لقطة الإعادة والتمركز على شنينة. المتوسط بتركيا ضد منتخب مقدونيا، ممتازة جدا تسديدة، ممتاز جدا يا منقوش. ركنية مباغتة كانت من منقوش. أمامنا لقطة الإعادة لأجمل صورة. رفع كرة داخل مناطق الجزاء، ترجع مرة أخرى وإمكانية التهديف وركلة الجزاء. أمامنا لقطة الإعادة، كربون الهدف الأول، خطورة من ركنية، كربون الهدف الأول. شوف الإعادة، أمامنا التمهيد وتدخل عصام الدغالي، يتحصل على ورقة صفراء، بوس وركلة الجزاء. خطورة السواحلي من الركنيات والكرات الثابتة. كدها العجيل، أملي حسام راياخر، العجيل والثاني الهدف الثاني لمصلحة فريق السواحلي، 0 للسواحلي. وهذه لقطة الإعادة بكل برودة أعصاب وثقة في النفس من العجيل، يأكدها من ركلة الجزاء. طريق اللاعب عبد الحي بن شرود وإبراهيم العجيل. أهداف فريق السواحلي عن طريق لعب كرة عرضية ممتازة جدا، كرة عرضية عبد الهادي وزرة، وتسديد ممتازة جدا التسديد. حاضر أمامنا لقطة الإعادة، التسديد وعليه شنانة يتألق في تمرير كرة ممتازة جدا. بودابوس كنترول ولا أروع، ممتاز جدا يا بودابوس. أمامنا لقطة الإعادة، هاي الروعة، ممتاز جدا الكنترول بكل أمانة والتسديد، لكن ممتاز جدا التمرير. انفراد ممكن الثالث يضيع انفراد، يضيع الهدف الثالث. هجمة الآن لفريق السواحلي، خطورة وكرة عرضية، أقرب حارس المرمى، أقرب حارس عبد الحي بن شرود وإبراهيم العجيل. أمامنا لقطة الإعادة، أمامنا بودابوس، كرة عرضية وأقرب حارس المرمى حسام مبيع. المنقوش الثالث هو الثالث، لا يضيع، ومسافة خطورة. والثالث المنقوش أكدها وأكد وجود السويدة. شوف الكرة وشوف أمامنا الإعادة، تصطدم بالقائم الأيسر وترجع للمنقوش ويأكدها بثالث الأهداف. 3-0 للسواحلي. انحسمت الأمور في هذا اللقاء، أمامنا لقطة الإعادة، أجمل ما في الهدف الكرة طويلة والباص من المتر عامل البدني، والتواخر على الجهة اليسرى. بودابوس كرة عرضية ممتازة جدا، لكن في الشباك من الخارج. أمامنا لقطة الإعادة، واحد مع عبد الهادي وزي مرور الكرام، وكرة عرضية وفرصة الرابعة ويضيع. أمامنا لقطة الإعادة وضيعة، ويتألق